وفي النهايه النادي الاهلي طلع اخر فريق في مجموعته، خد نقطتين من اصل 9 نقط. جمهور الاهلي اول مره اشوف في حياتي فرحان بصراحه انه جاب 4 تجوان في بورتو. هل الناس فعلا الاهلاويه فرحانين الاهلي تزيل المجموعه وطلع الرابع؟ هل فعلا الجمهور فرحان بكده، ولا هم مش عايزين يشمتوا حد فيهم مثلا، او حد النادي الاهلي اللي يبقى سعيد وفرحان انه طلع رابع مجموعته يعني؟ لو الناس فرحانه بكده خلاص يبقى هم احرار، يعني الحلم ان انا اجيب 4 تجوان واطلع رابع المجموعه. تعرف يا كابتن خالد مشكلتك ايه؟ مشكلتك بتحب تجيب كام نفسك. اه والله ايا كان يعني احنا فرحانين. بص يا كابتن، احنا رايحين كاس العالم وعارفين ان احنا المفروض نصعد المجموعه دي، يعني احنا خرجنا احنا زعلانين على فكره، حتى باين على لعيبه الاهلي وباين على جمهور الاهلي. ولكن احنا امبارح فرحنا في ايه؟ بعد ما كان اداء في بالميراس واللعيبه كانت بتهرج وبعدين ياخدوا لقطه في ماتش كمان ماتش ميامي. امبارح كان في يعني اداء كويس من لعيبه الاهلي وفي روح شويه. اه في بعض برضه من الكور بتضيع كتير، ولكن ده يعني اللي صبرنا شويه، لكن ما تقولش احنا فرحانين، انت ما تعرفش جمهور الاهلي. تاني حاجه يا كابتن خالد، حضرتك بتقول احنا فرحانين ان احنا اول فريق افريقي يحرز 4 اهداف في فريق اوروبي. يعني يا عم احنا مش فرحانين ب4 اهداف في فريق اوروبي والكلام اللي انت بتقوله ده طموحك انت بقى مش بتاعتنا احنا. دي معلومه الناس كلها او الصحافه كلها او المواقع كلها كتبت ان اول فريق افريقي يحرز 4 اهداف في فريق اوروبي، زي ما صن داونز كسب الاسبوع اللي فات قعدت تقولوا اول فريق افريقي كسب في كاس العالم للانديه. دي معلومه وحياه ربنا، ودي معلومه اقسم بالله معلومه. كل اللي اعرفه تتخيل ان احنا السنه الجايه والدوري الجاي باذن الله تعالى ان شاء الله هنيجي هنهنكم، هنهنكم حرفيا، ده اللي انا اعرفه والله.